السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو عندكم بطاطسيتين هتعملوا احلى عشاء او احلى فطار، وجبة حلوة خالص وهتعجب اولادكم وهتعجبكم انتوا شخصيا. لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. عندنا بطاطسيتين زي ما انتوا شايفين، هنبشرهم. وسوري على حركة اللي مش مظبوطة، لاني انا يعتبر التليفون ماسكاه بايدي يعني. فهنبشر هنبشر البطاطسيتين زي ما انتوا شايفين كده. وصفتنا دي بتتكون من 2 بطاطس. لو عندك اي خضار حابة تحطيه للاولاد فيها الوصفة دي، هما مش بياكلوها في العادي يعني، هتستخبى ومش هتبان وهتبقى لها فوائد كتير، وفي نفس الوقت الاولاد هيحبوها. عندنا زيتون، عندنا فلفل اخضر، عندنا طماطم. لو عندك فلفل الوان، انا كان في الوقت ده مش متاح عندي. بصل، دقيق، بيضتين، والبطاطس طبعا بطاطسيتين مبشورين، توابل، فلفل وملح وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وكزبرة وتوابل، 7 بهارات او توابل فراخ او توابل لحمة ممكن تحطيها، بيدي طعم تحفة. انا في الوقت ده كنت حاطة توابل فراخ. اول حاجة دينا بشرنا البطاطسيتين زي ما انتوا شايفين. هننزل اول حاجة عليها بالبيضتين برضو، او 3 بيضات، سوري 3 بيضات. هنقلب، وطبعا معلش تاني هنقول علشان حركة ايدي مش مظبوطة، علشان انا ماسكة التليفون بايدي التانية. هندمجهم مع بعض. نزلنا بالملح وهنقلب. المهم يعني هندمجهم مع بعض. على فكرة ولادي حبوها جدا، شبه البيتزا. نزلنا بالطماطم زي ما انتوا شايفين، واكلة خفيفة وحلوة وسريعة، مش بتاخد معاك وقت. نزلنا بالفلفل الاخضر، لو عندك فلفل الوان اوكي. البصل طبعا، والبصل بيديها طعم تحفة. في ناس على فكرة بتحط لها كزبرة وشبت وكده، بس انا ما حبيتهاش كده، حبيتها تكون كده اكتر يعني، حبيتها من غير اللي هي الخضرة اكتر. نزلت بالتوابل، البطاطس عليهم ال3 بيضات، عليهم الملح والتوابل والطماطم والفلفل الاخضر، وهنقلبهم كويس خالص. حركة ايدي مش مظبوطة خالص في الفيديو ده. زيتون، عندك زيتون اسود، عندك زيتون اخضر، حابة تحط لها، بيدي طعم جميل جدا الزيتون، علشان خاطر بتحسسك بطعم البيتزا اكتر يعني. وده الدقيق، هننزل شوية شوية بالدقيق ونقلب، ننزل شوية شوية بالدقيق ونفضل نقلب لحد ما يدينا القوام ده. عايزين تخلي القوام يعني اخف من كده شوية، تنزلي بشوية لبن قليلة خالص. انا حطيت اهو قد معلقتين كده لبن، وفضلت اقلب برضو علشان يعني لو حباه سايل اكتر. هنجيب الصينية بتاعتنا، هندهنها زيت طبعا. بحاول بقدر الامكان اظبط لكم الكاميرا، لان كل الاستنداد اللي عندي باظت الحمد لله. ادي دهنا الصينية بتاعتنا اللي هننزل بيها على الخليط. مستمرة لسه في ضبط التليفون. دهنا الصينية بتاعتنا، هننزل بالخليط دلوقتي. لو مش عامله لايك يا امور انزلي اعملي لي لايك. لو اول مره تشوفوني يا ريت ما تحرمونيش من سبسكرايب الحلو بتاعكم. هنحط جبنه موتزاريلا، او شيدر او رومي، اي جبنه عندكم. انا عندي جبنه ميكس. بعد ما دخلتها الفرن واستوت، دخلناها الفرن طبعا بعد ما حطيناها في الصينيه، بعد ما دخلتها الفرن واستوت، رشيت عليها شويه ميكس جبن
ودخلتها الفرن 3 دقايق او اقل وطلعتها. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، مع السلامة.